ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، صلوا عليه، من أحق الناس بصحابتي؟ فقال له رسول الله: أمك. فقال له الرجل: ثم من؟ فقال له في الثانية: أمك. فقال له الرجل: ثم من؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة: أمك. فقال له الرجل: ثم من؟ فقال له في الرابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبوك. فهنا لماذا لفظ وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحابة وحسن طاعة ومعاملة الأم 3 مرات والأب مرة واحدة؟ لأن المرأة أو لأن الأم هي التي حملت، وهي التي ذاقت الألم أثناء الولادة في جميع طلاقات الولادة، ولأن الأم هي التي أرضعت، ولأن الأم هي التي فطمت، ولأن الأم هي التي سهرت وقت ما تعبت أنت فكنت أنت تنام وكان الأب ينام، والأم هي التي تسهر. أما يكفي هذا أن تصاحبها؟ وصدق من قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارحمهما يا رب.